يا مساء الفل عليكم، اي صباح الخير على حسب ما هتشوفوا وقت الفيديو. انا رانيا عاشور، صيدلانيه مهتميه بمنتجات البشره والشعر. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع حيوي ومهم جدا لامهات كتير وشاغل بالها، ممكن يكون مزعج وموتر شويه، وهو موضوع حشرات الراس وتحديدا امل الراس. ده موضوع فعلا مزعج وممكن يكون موتر شويه، بس ما تقلقيش، النهارده هنتناول الموضوع من كل حاجه، طرق العدوى والوقايه وكل حاجه تخص الموضوع ده. وقبل ما نتكلم عن طرق الوقايه والعدوى وكل الكلام الكبير ده، تعالي اقول لك ان الامن ده حاجه موجوده من زمان وكانت مؤثره قوي في التاريخ. في مقال بعنوان القملة التي هزمت نابليون سنة 1812 تحديدا في القرن 19. نابليون كان عايز يغزو روسيا، كان معاه جيش كبير مكون من أعداد كبيرة جدا، تقريبا نص مليون أو ربع مليون جندي. اللي حصل كالتالي، إن الجنود اتصابوا بعدوى في الرأس بسبب حشرة الأمل، ودي أدت إن هم يتصابوا بمرض التيفوس، وده مرض بينتج نتيجة حشرة الأمل. فطبعا عدد الجنود صفصف من الملايين لآلاف، فده كان سبب خسارة كبيرة جدا لنابليون. فالأمل فعلا حاجة مؤثرة وكان ليها دور إن هي تهزم نابليون. مش بس كده، حاجة طريفة برضو الأمل سببها تحديدا سنه 2016 في دول الخليج. زي ما هم عندهم مثالين مهمين على الامل، بس هم ما عملوش بالمثالين دول، والمثالين كانوا ايه؟ هم اللي عندها الحلة تتحلى واللي عندها الامل تتفلى. وده دليل ان الامل ده حاجه وحشه جدا، واللي بمعنى صح، لو انت عندك الامل ركزي في خيبتك الاول وبعد كده عالجيها واهتمي بنفسك. وتاني مثل كانوا بيقولوا المال يجر مال والامل يجر ثعبان، بمعنى ان الفلوس هتجيب فلوس وهتجيب خير، لكن الامل هيجيب الاشياء والحاجات المقززه الوحشه. بس اللي حصل في 2016 كان عكس الكلام ده تماما. انتشر في الوقت ده خرافات ان الامل حاجه كويسه، حاجه هتنشط الدم في فروه الراس وتزود طول الشعر ويبقى شعرك طويل، ولو انت عندك ضغط كبير هتقلل من الضغط. الكلام طبعا ده خرافات بس هم قالوه. كانوا عاملين اوفر حلو وقتها، كل ما تشتري عدد اكتر من الامل ده هتاخديه بسعر كويس. طبعا ده يعني دكاتره كتيره طلعت واتكلمت في الموضوع، فاحنا مش هنعدل عليه، بس حبيت اقول لك ان الامل يعني من ايام نابليون وحتى في الوقت القريب بتاعنا كان مسمع ومؤثر. يلا بينا نتكلم في الكلام العلمي. بس طرق انتقال العدوى دي حاجه سهله جدا وبتنتقل بسرعه قوي. ازاي نحدد العدوى؟ عشان تقدري تحددي العدوى قدامك حلين. اول حل ان انت تفحصي فروه راس طفلك، وده سواء بنت او ولد، في نهايه الاسبوع سواء بيروح حضانه او بيروح مدرسه. هنجيب الولد ونبص بعينينا كده فين تحديدا؟ في مؤخره الراس ورا الودنين وفي منطقه الجبهه. دي اكتر اماكن الامل بيحب يكون موجود فيها، لان هي بتكون مناطق دفا وهو بيحب جدا درجه الحراره. تاني حاجه عشان تقدري تحددي العدوى ان انت هتديلي الشعر، هيبقى تبقي محتاجه مشط فلايه سنونه ضيقه. ثالث حاجه محتاجه ضوء يكون قوي، وهتبتدي تنزلي بمشط الفلايه وتشوفي لو لقيتي حاجه لازقه في فروه الراس وقد حجم السمسم، هي دي للاسف الاملايه او النمنومه بلغه الاطفال. او لو لقيتي البيض او الثعبان، دي عباره عن قشره بتبقى لازقه في الشعر وبتبقى يعني مش زي القشره بتتحرك، لا دي لازقه بقوه في قلب الشعرايه، فدي البيض او الثعبان بتاع الامل. طيب علشان نقدر نعالج، اول حاجه انا عايزه اقول لك ما تخافيش وما تقلقيش، الموضوع سهل ان احنا نعالجه بس لو بدانا من بدري. تاني حاجه لازم هناخد خطوات على ارض الواقع، ان احنا نبتدي ناخد حذر سواء كعلاج وبعد كده كوقايه. ثالث حاجه تبتدي تتابعي لو لقيتي الفروه ملتهبه او حصل فيها التهابات او حصل فيها خروج ماده غير طبيعيه وريحتها كريهه، فيفضل طبعا ان احنا نتوجه للطبيب المختص. ومهم جدا لما تكتشفي موضوع العدوى ده لازم ناخد حذرنا، وحاجه ناس كتير بتتغافل عنها وهي الحاجات البسيطه اللي الطفل بيستخدمها، سواء الفوطه او المشط او اكياس المخده او الملايات اللي بينام عليها. اي حاجه ينفع ان هي تتغسل بدرجه حراره عاليه اعملي كده واغسليها. الامل بيموت بدرجه الحراره العاليه. مش بس كده، الامشاط تقدري ان انت تبدلي ما بين الامشاط والمشط اللي مش هتستخدميه تبتدي تعقميه بكحول. احب اطمنك برضو ان الامل رغم ان هو الكوارث اللي بيسببها، انت مجرد اصلا لما تبتدي تعالجي المشط اللي انت استخدمتيه تسيبيه من غير ما تستخدميه 24 ساعه او 36 ساعه، ده كفيل اصلا لو في امل او حاجه ان هي تبتدي تموت. ويلا بينا بقى نبدا على طرق العلاج والوقايه. طرق العلاج والوقايه انا النهارده محضره لك حاجات طبيعيه ومحضره لك حاجات تشتريها من الصيدليه، والحاجات الطبيعيه هنا فعلا فعاله ونتائجها كانت كويسه. محضره لك 10 حاجات طبيعيه تعمليهم. اول حاجه من الحاجات الطبيعيه، لما اكتشفتي خلاص العدوى، هنجيب زيت نباتي، اي زيت موجود عندك، او يا اما زيت زيتون او يا اما زيت ينسون. الزيوت اللي انا قلتها دي بتتميز ان قوامها تقيل، فانا لما ابتدي افردها على الشعرايه كلها سواء باستخدام فرشه اللي هي زي فرشه الصبغه او استخدام قطنه، هنوزعها على الفروه كويس. بعد كده نبتدي نلبس البونيه، نخلي الطفل ينام 24 ساعه. بعد 24 ساعه اللي هتعمليه كالاتي، هنبتدي نجيب شامبو ونغسل فروه الراس بتاعه الطفل كويس جدا، وبعدها مش هنكتفي بكده، هنجيب مشط يكون ضيق ونبتدي ننزل. هتلاقي اغلب الحشرات نازله، ان ما كانش كلها نازله فعلا ميته. بس هل ده كافي؟ للاسف ده مش كافي، لان زي ما قلت لك الامل هو عباره عن حشره موجوده في الفروه ومعاه اشياء موجوده في الشعرايه نفسها. اشياء دي اللي هي البيض والسبان، ودول عاده بيبقوا غليظين شويه، فمحتاجين ايه؟ هنجيب كوبايه ميه دافيه عليها 3 معالق كبار خل، وهتبتدي نحطهم في بخاخه ونبتدي نرش على الشعر نفسه ونسيبهم مثلا ساعتين او 3 ساعات، ونلبس البونيه برده. وبعدها هنستخدم برده نفس فكره المشط الضيق، وهتلاقي فعلا ان السبان نزل. اللي هيعمله الخل ان هو هيفصل البيض والسبان عن الشعرايه نفسها، زي بالظبط فكره زيت الزيتون او الزيت التقيل للامله. الامله دي حاجه يعني كائن حي عايزه ان هي تتنفس، فانا لما لبست البونيه
يعني 24 ساعه انا قتلت الكائن الحي ده اللي ما كانش عارف يتنفس. فكده احنا قضينا على الامل وكده قضينا على السبان والبيض. طيب من الحاجات برضو الطبيعيه الفعاله الشامبو بتاعك حطي عليه 5 نقط من جوز الهند، او تقدري تحطي عليه 5 نقط من زيت شجره الشاي. سواء ده او ده ريحتهم نفاذه بتبقى كريهه للامل، ما بيحبهاش، بتخنقه فبيموت، ودي حاجه كويسه. ومن الحاجات برضو الوقائيه اللي نستخدمها في علاج الامل ان احنا هنجيب ازازه نملاها بالميه ونحط عليها 10 نقط من زيت اللافندر و10 نقط من زيت شجره الشاي. اللي هيحصل كالاتي: انت مش هتعالجي الامل بس، لا ده انت كمان هتسيبي ريحه مميزه كده في فروه وشعر طفلك تستخدميها على مدار اليوم اثناء لما انت بتسرحي او اي حاجه. الحاجه دي وقائيه مش بس كعلاجيه. رابع حاجه معانا ان تقدري تستخدمي الاستشوار او البيبيليز لو عمر طفلك يسمح، ان درجه الحراره العاليه لو الطفل عمره صغير مش هيقدر ان هو يتحملها. خامس حاجه معانا هي جل الالوفيرا. انت مش بس هتحافظي على فروه راس طفلك من الامل، كمان كوقايه منه انت كمان هتعملي تغذيه وتقويه لشعر طفلك. اما سادس حاجه معانا هي الفوط، واي حاجه الطفل بيستخدمها ضروري ان احنا نعقمها زي ما قلت لك. لو تستحمل درجه حراره عاليه اعملي كده وما تردديش. سابع حاجه معانا موجود فلايه كهربائيه، ودي ليها طريقه وتكنيك معين ان هي تبتدي فعلا تاخد اي حشرات موجوده في الفروه. اخر حاجه ان انت تقدري تصبغي شعرك. فعلا ريحه الامونيا بتكون ريحه نفاذه وكريهه للامل، فيبتدي ان هو يموت بيها. كده يكون كلامنا خلص عن المنتجات الطبيعيه. يلا بينا نتكلم عن المنتجات اللي تقدري تشتريها من الصيدليه. اول منتج معانا هو النيتوليك. ده بينزل باللون الاخضر وبينزل باللون البنك. اللون الاخضر ده وقايه واللون البنكي ده علاج. نيتوليك من الحاجات اللي اسعارها للاسف غاليه شويه بس فعلا نتائجه فعاله. بيكون عباره عن 3 حاجات موجودين مع بعض، وموجود جواه طريقه الاستخدام ازاي تستخدميه. والمميز بيكون معاه مشط فلايه، ده فعلا ليه نتيجه واثر كبير ان فعلا هينزل الحشرات ان سنونه ضيقه جدا. ثاني منتج معانا هو الايتم ان شامبو، وده بيتميز فعلا ان ليه تاثير قوي على الامل. ثالث حاجه معانا هو الابريزين لوشن، ورابع حاجه معانا هو اللايسين، والخامس معانا هو الفايزيت زيت. والمنتجين دول الاكس لايس والنيدا، ده منتج مستورد بيتميز ان نتائجه فعلا كويسه حتى لو كان سعره غالي شويه. اخر منتجين معانا هم انتاج شركات مصريه. كومبليت كير ده انتاج شركه ايفا، وده بيتميز ان هو عباره عن سيروم وعباره عن شامبو. السيروم هتغرقي بيه الفروه لمده 8 ساعات وبعد كده تلبسي البونيه، وبعدها نبتدي نغسل الفروه كويس جدا بالشامبو بتاعه. اما اللون الليف ان سبراي ده سبراي هتبتدي ترشيه كويس جدا على الشعرايه. خلينا نقول ان المنتجين الاخيرين من شركه ايفا وشركه لونا دول كوقايه مش كعلاج. مده العلاج سواء بالطرق الطبيعيه او سواء بالادويه اللي هتشتريها من الصيدليه هتكون عاده شهر. بس ما تخافيش، انت من خلال اول اسبوع فعلا هتشوفي تحسن. بس ليه بنقول شهر؟ ده لان هو بيتكاثر بسرعه جدا، فاحنا لو قضينا على الحشره نفسها فستيل لسه موجود البيض والسبان بتاعه، فاحنا لازم نتخلص ما بينهم. وده لان الامل بيتكاثر بسرعه بعد الاصابه بالعدوى. خلال الاسبوع ده تبتدي تتكاثر بسرعه وتبيض تقريبا حوالي 20 بيضه في الاسبوع الواحد، وبعدها يبتدوا ان هم يتكاثروا. فطبعا معدل تكاثر الامل حاجه سريعه جدا، عشان كده احتياطي لازم تكملي العلاج لمده شهر. وبكده يكون كلامنا خلص بفيديو النهارده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير.